اليوم رحلة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، لكن المفاجأة اللي صدمت الناس كلها كانت تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصياً بعد ساعات من وفاته. فشو اللي خلى الدولة كلها تتحرك بهالشكل؟ بعد رحيل الفنان، بعد إعلان الوفاة عن عمر 92 سنة، تحولت جنازة عبد الرحمن أبو زهرة لحدث ضخم تصدر السوشيال ميديا والإعلام، والجمهور كان يسأل ليش كل هالاهتمام الكبير؟ خصوصاً بعد رسالة التعزية الرسمية من الرئيس السيسي. السيسي كتب خالص العزاء في وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وهون تحديداً بدأت حالة الجدل والفضول، لأنه كتير ناس اعتبروا إن تكريم الدولة إله بهالشكل دليل على إنه عبد الرحمن أبو زهرة ما كان مجرد ممثل عادي، الرجل كان جزء من ذاكرة أجيال كاملة، وصاحب مسيرة فنية استمرت لعشرات السنين، من المسرح للسينما للتلفزيون وحتى أفلام الكرتون اللي عاش عليها ملايين الأطفال. ويمكن كتير ناس ما كانوا يعرفوا إنه هو الصوت العربي لشخصية سكار الشهيرة بفيلم الأسد الملك. أما مشهد الجنازة فكان مؤثر جدا. الجثمان مر من أمام المسرح القومي وسط حالة حزن كبيرة بين الفنانين والجمهور، وحضر الوداع عدد كبير من النجوم، منهم أشرف زكي، رشوان توفيق، محمد رياض وغيرهم. لكن أكثر مشهد لمس الناس فعلاً كان لحظة وداعه الأخيرة وسط التصفيق وحزن الحاضرين. ومع انتشار صور الجنازة ورسالة الرئيس، تصدر اسم عبد الرحمن أبو زهرة الترند بسرعة كبيرة، وكتير ناس كتبوا رحل آخر عمالقة الزمن الجميل، الله يرحمه ويغفر له. وبرأيكم، هل أخذ عبد الرحمن أبو زهرة التقدير اللي بيستحقه بحياته؟ وشو أكتر عمل مستحيل تنسوه إله؟ ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتشوفوا كل جديد؟